ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، صلاة نحل بيها العقد ويفرج بيها الكروب ويزيح بيها الهموم يا رب العالمين. يا صباحكم فل وصباحكم ورد وصباحكم اخضر وصباحكم ياسمين. النهارده قلت ابتدي معاكم اليوم زي كل يوم، نشوف كده الشمس وناخد طاقة ايجابية كده ونصبح كده ونفوق. علشان نبدأ يومنا. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت حلو زي قلبكم تصلوا فيه على النبي. ويلا نبدأ مع بعض. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو للآخر علشان كل نسبة مشاهدة وكل ثانية في المشاهدة هتفرق معايا عشان نقدر نفعل القناة. هنا بقى انا كنت بوريكم عمو اللي قدامنا الله يبارك له، هو عامل الجنينة بتاعته عبارة عن مكان مضللة للحيوانات، كلاب وقطط، وبيحط لهم مية الله يبارك له يعني، ويسقيه من ماء زمزم يا رب العالمين ومن ابار الجنة. هنا بقى احدهما نزل بقى صبح، قال لي صبح ويفوق عليا بما اني مفطرتش وبدات اليوم على طول، بدات شغل على طول. فنزل بقى جاب لنا سندوتشات. سندوتش بقى ايه؟ روعة يعني، عبارة عن ايه بقى؟ طعمية وبطاطس وبتنجان وطماطم وفلفل. الصراحة سندوتش كان حلو والله، ما اكلت التلاتة انا اكلت واحد بس يعني، هو كان كل واحد خد واحد ده، دي مقدرتنا يعني. بس كده يعني ما نقدرش ناكل اكتر من كده بس. وبعديها بقى يعني ظبطني بقى وعمل لي كوبايه شاي بالنعناع، يعني تستاهل بقكم. يعني مش عارفه اقول ايه لاحدهما، الله يبارك لك يعني. طبعا قال لي روق عليا بقى، ماشي بما ان سليم نايم، فقال لي روق عليا وراح مديني بقى ايه شوكولاته كده عشان تظبط المود واعرف اشتغل بقى، وايه تديني طاقه كده وباور. بس فطبعا بما ان هو روق علينا الصبح، احنا بقى نروق عليه بالليل. هنروق عليه ازاي؟ هنعمل له بقى شويه محشي، يعني زي ما الكتاب ما قال. شويه محشي. انا هنا قطعت البصل، بحب المحشي يبقى فيه بصل كتير، وبحبه يبقى البصله كبيره، يعني ما تبقاش مهريه. ما بحبش للمحشي بالذات اعمل لها بصل في الكبه، بحب اقطع البصل على ايدي. قطعت البصله وحطيت عليها زيت. طبعا هنا كان في فقره متشاله وانا بنزل البصل وبنزل الزيت، بس ما علينا، دايما فيديوهاتي بتبقى ممسوحه نصها. وهنزل بقى عليها الفلفل والبهارات والمرقه الماجي الفوريه السايبه، انا بجيبها سايبه زي ما قلت لكم عشان احنا طبعا مقاطعه. وبعديها في بقى نقطه متسابه، ايوه قبل هنا انا مفرزه الطماطم. فانا طلعت كيس طماطم، حطيته عليهم وحطيت عليها معلقتين صلصه معلبه. وطبعا هنا في اليوم ده كان سليم تعبان قوي، ادعوا له ربنا يشفيه. عملت له شوربه مكرونه، ويعني ما كانش عندي لسان عصفور، الجيش قال لك اتصرف، كان عندي مكرونه صغيره قوي عملتها له. وعملت له وسلقنا جنبها فراخ. تمام، دي علشان هو ياكل يعني قبل ما انا عقبال ما انا ما اخلص. وبعد ما الصلصه بقى اتسبكت رحت نازله بكيس الخضره برضو متفرزه يا جماعه. لما بتفرزي كل حاجه عندك بتبقى سهله، انت بتقومي في اي وقت تعملي اي اكله انت عايزاها عشان انت كل حاجه عندك جاهزه. طبعا هنفرز مع بعض، ادوني بس لحد اول الشهر وهبقى فاضيالكم ونفرز ونعمل كل اللي احنا عايزينه. فرزت بقى هنا بقى انا بفرز الخضره، بجيب الخضره واضربها في الكبه واعملها في اكياس. تمام، فانا طبعا عندي الخضره متفرزه، عندي الطماطم متفرزه، حتى الكرنب اللي انا هعمله انا برضو مفرزاه اطباق. تمام بس كده. عملت بقى التجزيعه ونزلت عليها بالرز. التجزيعه انا كنت عامله الصلصه اكبر من كده، ولو لو تلاحظوا الحله الاولانيه كانت كبيره، فانا الصلصه كانت كتير شلت منها في الفريزر استخدمها في مره تانية، والباقي خدته عملت عليه الرز. هما حتى شويه دول برضو طلعوا كتير قوي منه وبهوأوا يعني مني. يعني انا عامله بالظبط كوبايه ونص رز. حشولي طبق الورق العنب، هو يعني انا سوري طبق الكرنب طلع قليل قوي. فرحت كان عندي فلفليتين الوان وبتنجانيتين، كان بتنجانيه كده وفلفل الصغير عندي في البيت بيحبوا الفلفل الحراق الرفيع قوي دوت. فعملته لهم. طبعا بصوا انا حبيت هنا اوريكم لون الصلصه عشان هي وهي على الحله التصوير ما كانش جايب اللون كويس قوي. ان انا كاميرا موبايلي ادعوا لي ربنا يكرمني واجيب موبايل حلو يبقى باين كده في التصوير. بس هنا بقى في حد من ضمن الناس قال لي لا انا مش هشير لك الفيديوهات بتاعتك عشان انتي الكاميرا بتاعتك وحشه وباين ان الفيديوهات قديمه، فبالله عليكم انتوا شيروا انتوا لحد ما اجيب موبايل جديد. بس هنا بقى حطيت بقى الورق الاخضر في الارضيه وبدات احشي. انا حتى هنا لقيته ان هو قليل قوي، فرحت ان في حله صغيره عشان اعرف استخدم الحله دي نفس الحله اللي انا خدعت فيها. بس انا نقلته في طبق علشان يبقى يعني يعني يبرد، ايوه وعملت فيه حشيت فيها. هنا بقى حشيت بصل وفلفل وزي ما قلت لكم.
بس عقبال ما تشوفوا انزلوا بسرعه بسرعه بسرعه، اعملوا لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه، بالله عليكم بالله عليكم، يفرج الهم ويزيح الكرب يا رب العالمين. بصوا بقى مني رز استخدمته تاني يوم، عملت جنبه شويه بطاطس مقليه وشوحته، سوري سويته يعني. بس عملت هنا بقى المحشي، برضو نسيت اصور لكم اول ما حطيت الشوربه، فصورته لكم انا كده، كنت لسه حاطه الشوربه على طول. انا بحطه على النار شويه كده، واول ما ابدا اسمع له شكشكه كده اروح نازله بالشوربه، بحط الشوربه اقل قبل اخر صباع. وفي البتنجان برضو هنا هو عشان النار شغاله عليه، بس انا بحط لحد ربع او اكتر من ربع شويه ميه. تمام. وبعديها رحت جايبه شويه بطاطا غسلتها كانت موجوده عندي، كنت قربت تبوظ، فرحت حطها في الفرن عشان ناكل حاجه حلوه. خلصت بقى هنا يومي وقلت بس نقعد بقى مع الصغنن نلعب شويه. قعدت بقى مع الصغنن وقعدنا نلعب مع بعض وانا اقول له اسم الانيمال، هو يقولها لي، يقول لي يشاور لي عليها فين، مره بالانجلش مره بالعربي. المهم ان احنا قعدنا نلعب مع بعض شويه، بحاول ان انا يعني اقعد العب معاه بما انه ما بيروحش حضانه، واقعد اديله شويه معلومات على قد يعني. بس ويومنا خلص، وده كان يومنا، كان يوم خفيف ولطيف وظريف. يا رب اليوم يكون عجبكم، وما تنسوش زي ما قلت لكم تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت حلو. وباي.